يلا بقى اللي ملحقتش لسه تجيب خزين التوم، الحقوا بقى على طول وهو لسه عروشه خضرة كده وطري. بيوفر معاكم مجهود جامد، وكمان بيرمي معاكم كمية توم كويسة ومش بتهدروا منه خالص. بجيب التوم وهو لسه ده توم بلدي أبيض، لسه عروشه طرية وما فيهوش قشر كتير. بشيل القشرة الخفيفة اللي بره وبفرمه زي ما هو كده. بيرمي معايا كمية كويسة جدا وما بيغلبنيش بقى ولا تقشير ولا الكلام ده. جبته حطيته في الكبة وعليه نص معلقة ملح عشان ما يغيرش لونه ويقعد مدة كويسة في الفريزر. وفرمته في الكبة وحطيته في علبة. لو عايزين تحطه في علب، لازم تحطوا معاه معلقتين 3 زيت كده وتقلبوه علشان لما يدخل الفريزر تعرفوا تاخدوا منه بعد كده ما يجمدش ويمسك في بعضه قوي. وكمان على الوش معلقتين زيت. وخلاص ده لو حابين تخزنوه في علب. لو عايزين بقى طبعا يعني الزيت برضو مش رخيص. بتحطوه في اكياس كده من غير زيت ولا حاجة. فرمته وحطيته في الكيس على طول، وبططت الكيس علشان لما يتجمد معايا اكسر منه بسهولة. وطبعا ما تسيبوهوش يطلع يفك علشان ما يغيرش لونه. بس هو ده تخزين التوم، حبيت افكركم بيه وجربوه كده وهو طري. وكمان العروش بتاعته هنستفاد منها، وهعمل لكم بيها وصفة هريسة ان شاء الله هنزلها لكم بعد الفيديو ده. اعملوا لايك وشير بقى للفيديو، واشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واعملوا فولو لصفحتي على الفيسبوك، مطبخ إسراء غرس الدين.